دكتور شادي، عايزين نتكلم عن دور الأكسجين النشط في علاج الأمراض الجلدية. الامراض الجلديه المناعيه، هي الامراض المناعيه عامه بتنقسم لجزئيتين. تمام. امراض مناعيه جلديه تظهر ما عليها على الجلد. طبعا دي بتسبب انعزال المريض عن المجتمع، لانه طبعا بيبقى حاجه ظاهريه، وخصوصا لو في الاماكن وخصوصا لو في الاماكن الظاهره. الثانيه الامراض المناعيه الباطنيه، زي مثلا الام اس او الذئبه الحمراء، اللي هي بتضرب خلايا الاجهزه كلها، فممكن المريض يعاني معاناه جامده. انا بقى يعني بحب بس ابسط للناس المناعه، الامراض المناعيه دي عباره عن ايه؟ انا هفترض ان الجسم ده عباره عن بيت كبير. البيت ده فيه اخين، اخ مجنون قوي وهو جهاز المناعه، واخ ضعيف وصغير اللي هو خلايا الجسد نفسها. تمام. فالاخ الكبير المجنون عمال يضرب الاخ الصغير، عمال يضرب الاخ الصغير. طب العلاجات اللي انا بديها من بره عباره عن ايه؟ حاجات تخلي الاخ القوي ضعيف والاخ الضعيف اضعف. طب لو جه شويه حراميه بقى هيخشوا البيت، هيضربوهم ويخشوا البيت، اللي هو ايه؟ العيان بعد شويه يجي له دور برد، وهو ده الناس اللي بتعاني من الامراض المناعيه عارفه الكلام ده، لانه بيمشي على الادويه بفتره طويله، يجي له دور برد يؤثر فيه تاثير قوي جدا. خلاص البرد يقعد معاه شهر وشهرين. هو ايه ده؟ من كتر الادويه اللي انا باخدها. انما احنا بقى السحر الحلال الابيض بتاعنا، ذره الاكسجين الفائقه النشاط دي بتخش تخلي ايه؟ تخلي الاخ القوي تقول له فوق، ده اخوك، خلي بالك من اخوك. والاخ الضعيف تقويه. الاثنين يقدروا يحموا البيت اللي هو الجسد. فحتى ويقول له ايه؟ فوق، ما تتجننش على اخوك. فيبتدي الامراض المناعيه، يبتدي العيان اللي كان بيعاني البهاء يبتدي يظهر الميلانوسايت ثاني، واللون الجلد يبتدي يتغير للون الطبيعي. طيب الذئبه الحمراء بتبتدي زي ما الاستاذه تفضلت، الام اس، التصلب اللويحي، كل ده بيبتدي يتحسن، فالعيان بيحس بتحسن غير طبيعي. اكيد.